مرحبا. كل الدول العربية وممثلين عن الدول الغربية وأمريكا والدول اللي مهتمة للشأن السوري، بيحبوا السوريين كتير، كلهم حضروا بالأردن، وحضر مندوبين عنهم وممثلين عنهم ليناقشوا مشكلة سوريا ويحلوا مشكلة سوريا، ولكن بدون حضور للشعب السوري أو حضور للحكومة السورية أو حضور لأي حدا ممكن يمثل سوريا بهذا التجمع. يعني تجمع العرب والغرب كلكم يا حبيباتي كلكم بتحبوا سوريا كتير، بتحبوا سوريا كتير حابينها. طيب ما تساعدوا هالمواطن الغلبان يلي هلأ مثل ما عم نقول إسا البلد ما قامت، يعني إسا ما ركزت لساتها، ما أنا مستقرة لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا شيء، والناس الأسعار غالية كتير وكهرباء ما في ومي ما في، يعني فما تساعدوا هالناس يعني مثلًا على المعيشة، ما تساعدوها لحتى شوي بس يتنفّسوا السعداء يعني بهي المرحلة الصعبة كتير متل ما قلنا من كل النواحي، يعني أو بس عم تجتمعوا، ليش عم تجتمعوا يعني تقسموا الكعكة مثلًا كل واحد ياخد حصّة، والّا حتى كل واحد هيك تستفيدوا يعني من الموضوع؟ ليه مجتمعين؟ ليه مجتمعين والشعب السوري ولا حدا مجتمع ولا حدا بيعرف، يعني الشعب السوري ما له علاقة؟ ما له علاقة بالاجتماع، عم تناقشوا قضية سوريا والشعب السوري ما له علاقة. غريب أمر العرب. يعني هلا الغرب ما اختلفنا، الغرب وأمريكا وإلى آخره إلهم مصالح، بس إنه العرب يعني إنه لهالدرجة أنتم سلبيين بدولة عربية شقيقة لإلكم أنتم، يعني في علاقات. تاني شي الشعب ما له علاقة بغض النظر عن الحكومة السابقة ولا الموجودة، سيئة أو صالحة أو إيجابية أو سلبية، يعني ما له علاقة الشعب لحتى يعني شو عم تعاقبوا الناس؟ ساعدوا الناس، ساعدوها ساعدوها، ساعدوا هالبلد لحتى شوي توقف على رجليها، لحتى تنهض وتبدأ من أول وجديد، يعمروا هالبلد من أول وجديد، ساعدوها بدل ما عم تعملوا اجتماعات كلها بلا طعمة يعني. عرب، عرب عرب.